ووقفت مصر النهارده قدام هذه العمليات الارهابيه هي رساله الى العالم كله انه يقف جنب مصر عشان تقف ضد الارهاب اللي بيحصل. احنا نتمنى من التجارب السابقه ان الاتحاد الاوروبي يكون عارف الحقيقه ويبدا يقوم بدوره الحقيقي، الدور الحقيقي التنموي جنب مصر، الدور الحقيقي اللي يقدر يدي رساله حضاريه لمصر للتعاون المستقبلي، ونتمم برامجنا اللي احنا اتكلمنا فيها مع بعضنا واتفقنا فيها مع بعض، نكمل مع بعض خريطه الطريق، يحسوا ان في جديه في هذا الموضوع وهم حاسين بيها، ويحسوا ان الفتره اللي جايه ان شاء الله مصر هتكون مصر الكبيره، مصر العظيمه اللي نقدر منها نبني حضاره مصر الحديثه. الحقيقه موقف الدول الاجنبيه اللي شفناه والدول العربيه شفناها، وانا اشيد وارحب واؤكد بكل فخر واعتزاز تحيه كبيره الى كل البلاد العربيه باسمكم جميعا على المعونه وقفه الرجوله بتاعت المملكه العربيه السعوديه والملك عبد الله بن عبد العزيز. الحقيقه هذا الرجل الشهم، هذا الرجل القائد المغوار اللي قدر يقول كلمته واللي شغل وسخر الدبلوماسيه السعوديه، الدبلوماسيه الشعبيه والدبلوماسيه الخارجيه بتاعته، بتاعت الوزاره الخارجيه بتاعته، الدبلوماسيه السياسيه قدرت تقوم بدور كبير جدا في تغيير المفاهيم وتوضيح الصور الموجوده في اوروبا وفي امريكا. الحقيقه الامارات وقفت شهامه، الاردن، الكويت، البلاد العربيه اللي وقفت، اعتقد ان احنا كلنا لاحظنا شفنا عملوا ايه، وانا اسمحوا لي باسمكم جميعا ان نحيي هذه الجهود ونقول للعالم هي دي قاده الامه العربيه الحقيقيين، هم دول الناس اللي ممكن نعمل منهم سي كبير قوي قدام العالم كله ونقدم فيه رساله للعالم ان الامه العربيه ممكن انها تكون لها تواجد قوي جدا، ويكون لها كلمتها ويكون لها قوتها اللي تفرض بها ارادتها في اي مكان في العالم. انا حبيت بس اعمل المقدمه دي، والنهارده طبعا معانا يعني الاساتذه العظماء السياسيين والاقتصاديين اللي عاوزين نسمع منهم كيف يمكن التحرك مع زملائنا في الاتحاد الاوروبي. طبعا في موضوع حيوي جدا وخطير جدا، موضوع سوريا. موضوع سوريا النهارده في بعض الدول قليله جدا تتكالب انها تضرب سوريا. وانتم عارفين طبعا معنى ضرب سوريا ايه؟ معنى ضرب سوريا يعني تجربه العراق تتكرر تاني، يعني الجيش ينهار، يعني الدوله تنهار، يعني الفوضى تكتر وتنتشر. مقاسي ده على الاتحاد، على الاتحاد الاوروبي هتبقى ايه، وعلى الشرق الاوسط هتبقى ايه، وعلى مصر هتبقى ايه. انتوا شفتوا تجربه العراق، وشفتوا ان في مليون واحد مات في العراق، وشفتوا فيه انهيار الدوله كان عامل ازاي، وده ما نحبش ولا نتمناه ولا نوافق عليه انه يحصل في سوريا. الحقيقه انا برضو هحيي حاجتين حصلوا امبارح، ما اعرفش حضراتكم قريتوهم ولا لا. الرساله الاولى كانت من بابا الفاتيكان. بابا الفاتيكان دعا كل مسيحي العالم انه يصوموا يوم السبت ويدعوا في صوم خاص بطريقه معينه بيصحبوا دعاء طول النهار عشان ما تحصلش ضرب سوريا. فانا اعتقد دي رساله دينيه محترمه تستحق لنا ان احنا نكبره ونبجله ونقول له شكرا على هذا الاحساس الدنيوي المحترم من قمه الزعامه الدينيه في الفاتيكان. اتفضل فادي، اتفضل خد كرسي يا ابني. الموضوع الثاني الحقيقه شيخ الازهر. شيخ الازهر قدر يقدم رساله حيويه جدا للعالم كله ويقول احنا دعاة سلام. كرسي يا ابني هنا، خد كرسي هنا. قدر يقدم رساله شيخ الازهر، قال ان احنا مش هنوافق على ضرب سوريا، وان الشعوب العربيه كلها رافضه. وشفنا امبارح جامعه الدول العربيه برضه فيها شبه رفض، وموقف الحقيقه ممكن كان يكون اكثر حماسا من كده، لكن احنا عاوز اقول ان موقفنا واضح. احنا لن نسمح بتدخل الشؤون العربيه ولن نسمح بضرب اي دوله عربيه، وانا اعتقد ان انتم كلكم بتوافقوني على كده، لان انتم عارفين مخاطر دي ايه، ومخاطر انهيار جيش لدوله، ثم بعد جيش العراق منهار، وبعد جيش سوريا منهار، باقي الجيش المصري بقى. فاحنا مش عاوزين ده يحصل، وعاوزين الدبلوماسيه تشتغل، والحلول والضغوط الاقتصاديه وعمليات الحظر اللي ممكن تبقى فيها عقوبات ممكن ده يتم، لكن بعيدا عن الاباده. لما تضرب صواريخ على القواعد اللي موجوده في سوريا، كم واحد هيموت من السوريين؟
ثم القصه دي لما تنتشر وتكبر هتقعد قد ايه وقت، وخسارتها قد ايه، وتداعياتها هيبقى قد ايه، ودخول اطراف اخرى في القصه دي، لما تخش ايران تضرب، ولما تخش مواقف حزب الله في لبنان يضرب، واسرائيل موقفها ايه، الموضوع هيكبر وفي منتهى الخطوره، و يعني عواقبه لا يعلمها الا الله. انا حبيت افتح الموضوعات سواء كان في الشان الداخلي او في الشان الاوروبي او في الشان الخاص بسوريا، والنقاش دلوقتي هنفتحه حضراتكم جميعا عشان نسمع برضه ارائكم، واذا كان في رساله هنقولها هنبعت بها رساله الى قاده اوروبا والى قاده الولايات المتحده الامريكيه، ونقول لهم ان احنا كمجلس مش موافقين او موافقين على خارطه الطريق القادمه بالنسبه لسوريا، وقد ايه احنا محتاجين السبورت بتاعهم عشان موضوع مصر انه يمشي في الطريق بتاعه ويبقى يحقق خطاه في اسرع وقت ممكن. خلي بالك الدكتور علي لطفي. اول حاجه معاداه القضاء، ودي من اخطر ما يمكن. الحصار اللي حصل في المحكمه الدستوريه، مشروع القانون اللي قعدوه عشان يشيلوا 3500 عضو، نائب عام يشيلوا بطريقه غير دستوريه ويجيب واحد بطريقه دستوريه. دي عمليه معاداه كامله لكل الهيئات القضائيه. 2 المثقفين، عدم مثقفين، انه شال وزير الثقافه وجاب وزير ثقافه مجهول الهويه، واول حاجه عملها اول يوم خد تعليمات المكتب الارشاد غير جميع رؤساء الهيئات الثقافيه عمليه اخونه، شال الناس الاكفاء زي الاوبرا على سبيل المثال رئيسه الاوبرا، ويجيب ناس لا كفاءه لهم ولا علاقه لهم في الثقافه. 3 معاداه الشرطه. ما حصل امام التحقيق في المحكمه دلوقتي موضوع الاتحاديه، وكان يوميها اظن الوزير احمد جمال الدين وادى تعليمات للشرطه تضرب، فرفضوا، فشال احمد جمال الدين فيها واصبح معادي للشرطه في ذلك الوقت. الجيش طلب الفريق اول السيسي هدم الانفاق لمصلحه مصر، لان في اتجاهين ضد مصلحه مصر، السلع بتاعتنا المدعمه بتتهرب هناك، وبعدين يجي لنا الارهابيين والاسلحه من هناك، فبدا الجيش يهدم، اصدر قرار بوقف هذا الكلام، فبدا يعادي القوات المسلحه. عدم ملاحقه قتلة الجنود 17 وال6 ولا 7 اللي اتخطفوا، مالكوش دعوه انتوا بيهم دول خالص، فبقى يعادي كده القوات المسلحه. بل اكثر من هذه فئات الشعب كله، بانه هو اصبح رئيسا للاخوان فقط وليس رئيسا لكل المصريين، علاوه على اصداره مجموعه من قرارات العفو عن مجرمين وقتله وتجار مخدرات الى اخره. اخطر من هذا كله بقى الاعتداء على الدستور الذي اقسم عليه في 12 نوفمبر على ما اذكر، 21 نوفمبر اصدر الاعلان الدستوري المشؤوم. لم يكن له مثيل في العالم ان يعطي نفسه كافه السلطات ولا احد يعقب عليه، سبحان الله، يعني حاجه كانت غير معقوله. واخيرا معاداه الازهر الشريف بشكل الازهر وتسمم الطلبه، احنا عارفين كل هذه القصص، يعني عاد الشعب باكمله، فيكمل يحكم مين؟ فكان لابد ان تقوم هذه الثوره، ثم جاء الجيش ليحمي هذه الثوره.